بالنسبة للي حصل في ماتش الإسماعيلي والمصري والشغب اللي حصل فيه من الجماهير، هتكلم فيه على أكتر من نقطة. أول نقطة، أنا مش فاهم ليه الناس اللي راح تتفرج على شوية كورة بيروحوا يضربوا في بعض ويمسكوا في بعض ويشتموا في بعض، والموضوع اتعدى الشتيمة الضرب ووصل للضرب زي ما احنا شفنا كده، والناس اتبهدلت. تحس إن هم شوية كفار ما عندهمش ريحة الرحمة، طحن في بعض، طحن دعك جامد قوي قوي قوي. طب ليه؟ عشان إيه يعني؟ ده هي في الأول والآخر كورة. الكورة دي للترفيه، الكورة للترفيه، الكورة للترفيه، الكرة للتسلية. الكرة مش اكل وشرب. الناس اللي حولت الكرة ان هي حياة واسلوب حياة واكل وشرب وان بتجري في دمهم والكلام ده كل ده كلام فاضي. الكرة للترفيه. انا خلاص شغال وزهقان، بعد اشوف حاجة تفرج عن نفسي، تروح عن نفسي، تنسيني هم الشغل شوية، هم العيال وامهم شوية، هم الدنيا شوية، هم المشاكل شوية، حاجة كده تمتع عيني. ده لما بكون بفهم فيه. طيب اللي ما بفهمش فيها ما يشوفها حاجة وحشة، وهيشوف يعني ايه يعني 22 واحد هلف كده طويل عريض كده قاعدين يجروا ورا حته جلدايه منفوخ. ده اللي ما بيفهمش في الكوره او ما بيحبهاش هيشوفها كانها كده. ولما يشوف منظر جماهير في المدرجات بالشكل الكبير ده هيقول ايه المجانين دي، دافعين فلوس وقاعدين ينبحوا في صوتهم علشان شويه عيال بيجروا ورا كوره. ده بالنسبه اللي ما بيفهمش كوره. ده اللي بيفهم كوره خلاص هي للترفيه، للترويح عن النفس. طيب ده من باب او النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم فيها، سمعت كتير جدا من الاعلاميين اللي هم يعني زعلانين على اللي حصل وعاوزين فيه عقاب شديد، وبيقول لك ممنوع التدخلات. من حقكم تقولوا فعلا ممنوع التدخلات، لان التدخلات دي بصراحه يعني قمه الفساد. يعني الناس دلوقتي عملوا مشكله اتقبض عليهم، والحمد لله اللي احنا بقينا يعني في مرحله متطوره شويه، وبقى في كاميرات وشركه راعيه مسؤوله عن دخول الجماهير. يعني البيانات موجوده ونقدر نمسك اللي عمل اي حاجه مخالفه طبعا. يعني طب ليه بقى حد يروح يتدخل ويستغل نفوذه ومعرفته بفلان وعلان ويطلعوا العيال او الناس اللي اخطأت؟ يا جماعه لازم القانون ياخذ مجراه. بمناسبه القانون ياخذ مجراه، برضو انا بنتقد بشده الاعلاميين او الناس اللي بتطالب باقصى العقاب ويسجنوهم ويعملوهم. يا عم في قانون، الناس ديت اخطأت او هم ارتكبوا الفعل ده يقع تحت طائله القانون، يروحوا القانون اللي هو مين؟ اللي هو الشرطه والنيابه. الشرطه قبضت عليهم، ده دورها، وهتسلمهم للنيابه. النيابه حقها او دورها او مسؤوليتها اللي هي تحقق معاهم وتنفذ عليهم القانون، اذا كانت هتكتفي النيابه او هتصعدهم بعد كده للقضاء. القانون والله بقى يقول لنا ان الجماعه دول يتكرموا وياخدوا نياشين، اهلا وسهلا. القانون يقول يتحبسوا اسبوع، يتحبسوا شهر، يتحبسوا شهرين، عليهم غرامه 1000 2 3 10 زي ما القانون يقول. يا رب القانون يكرمهم، يا رب يعاقبهم، احنا ملناش دعوه. مش تقول ولازم تعمل فيهم وتسوي فيهم. ده مش قانون ولا دي دوله قانون. احنا نحتاج نعلي من شأن القانون، بلاش تعطي احكام مسبقه، خلي القانون هو اللي يقول. عاوزين نكون في قانون. ده تعليقي انا على اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري. هتكلم عن موضوع يعني بقى قديم شويه، اللي هو موضوع رضا عبد العال وامام عاشور. انا بشوف ان كلام رضا عبد العال ملوش اي تفسير خالص غير انه انسان حاقد. لما يكون راجل شايب عنده 58 سنه ونص بيتكلم على عيل من دور ولاده او اصغر من عياله عنده 25 سنه بالكلام الوحش ده وبالشكل الوحش ده، ويقول عليه عيل، ويرجع يقول تاريخي اللي انا رجعته بظهري في النادي الاهلي بتاريخك اللي رايح واللي جاي. انت ايه يا عم؟ عرفت تاريخه اللي جاي منين؟ ايه انت؟ هو انت ربنا يعني؟ ده ربنا مختفي بشويه علم غيب كده محدش بيعرفه ولا هو؟ تقوم انت بقى تقول بتاريخه الجاي؟ هو لسه اصلا في تاريخ ولا عمل حاجه خالص؟ الشاب او الراجل ده عمل شويه ماتشات كويسين وخلاص، وكلهم ماتشات قليله لعب، يعني ده ممكن يكونوا يتعدوا ساعات على الايد، لسه ما عملش حاجه. بعدين انت تيجي تقارن نفسك بيه؟ انت مخلص كوره بقالك 35 سنه، من 35 سنه مخلص كوره. ده لسه عيل اصغر من عمرك يا اخي اللي انت قضيته في الملاعب. ايه تاريخك اللي انت رجعت بورا ده اكتر منه؟ يعني ايه الحقد ده؟ مش شايف لها اي تفسير تاني غير انه غيره وحقد. ارحم نفسك شويه. الغل والحقد مش بيوصلوا الانسان لحاجه، هيخلوه دايما يهر وينقد في نفسه. خليك داعم ومساند للعبه الحلوه. لما انقد الكوره، لعبها حلو لعبها وحش. انا مش تقول تاريخي بتاريخ اللي لسه جاي. طب هو ايه رايك هيكون احسن منا؟ لان احنا اتعودنا سنه الله في الكون كده، ان دايما اللي جاي بيقدر يحقق انجازات اكتر من اللي فات عملها. دي سنه الله في الكون. اللي جاي بيقدر يعمل انجازات اكتر من اللي فات عملها.
ما بنقولش انك وحش، انت يا سيدي كنت عظيم، بس انت كنت خلاص ماضي. انا واحد من الناس ما شفتكش وانت بتلعب كوره، شفتك وانا كنت عيل صغير كده لسه ما بفهمش حاجه، اسمع المعلق يقول ورضا عبد العال والكره مع رضا عبد العال، وانا مش فاهم حاجه اذا كان رضا عبد العال يعني نجم النجوم ولا عادي يعني. فالقصد ان في اجيال كامله ما تعرفكش، تصدق بالله انت اول ما طلعت على التلفزيون كنت تقريبا في دريم باين على ما افتكر كده يعني، اول ما بدات تطلع على التلفزيون كنت انا بقول مين ده مين ده، وقعدت ادور في التعليقات عشان اعرف مين ده، وكتير زي كده. ما تجيش النهارده وتقل من قيمتك بعد ما الناس عرفتك كلها وتقريبا الشعب كله عرفك. انا قصدي الشعب اللي هو الجماعه الصغيرين، مش صغيرين الا 40 سنه وانت نازل، ودول تقريبا قوام الشعب المصري، لان اصلا مصر دوله شباب، دوله شابه، ما عندناش احنا متوسط اعمار عالي، معظم الناس صغيرين في السن مش كبار في السن يعني احنا مش زي المانيا ومش زي فرنسا مش زي ايطاليا او مش زي امريكا عندنا مستوى عالي في العمر او الناس بتعيش سنين طويله يعني. احنا دوله معظم ناسها من الشباب، فمعظم الشباب ده ما كانش يعرف، او الشباب دول تقريبا كلهم ما كانوش يعرفوك، بيعرفوك، فخلاص بقى بطل تهجيس. اتمنى يعني تراجع نفسك، راجع نفسك. هعلق برضه على كلام احمد القندوسي اللي قاله مع احمد شوبير. شوف اداء ده برضه من دور عيال، بس ولد محترم مش شايل الاهلي وزاعق. انت خلاص انت عندك خصومه مع الاهلي عشان الاهلي عمل معاك موقف انت شايفه وحش وتخلى عنك وما ساندكش وي 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 وي. شوف الكابتن احمد القندوسي ده او اللاعب اللي اسمه احمد القندوسي ده بيتكلم ازاي عن الاهلي، حتى لما الاهلي مشاه ما بيقولش ان الاهلي ظلمني، بيقول شوف بقى الراجل المنطقي المحترم اللي كلامه يفضل محترم ويفضل في تاريخه، بيقول ان المدرب كان عاوز منه شويه مهام هو ما كانش قادر يعمل المهام دي، فخلاص. شايف البني ادم المحترم المتصالح مع نفسه. خليك كويس كده يا رضا عبد العال زي احمد القندوسي، مش هقول لك زي القمم الكبيره اللي احنا عارفينها، خليك زي عيل من دور عيالك اهو. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.